أهلا وسهلا متابعي قناة كوزين ملح وحلو مع لبنى، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم مقيلة غزالة ساهلة التحضير، كنوجدوها حتى يقرب الفطور وكتجي بنينة. كناخدو واحد المقلة كنديرو فيها الزيت ديالنا البلدية، وغادي نديرو فيها اللحم ديالنا، كديرو على حسب عدد الأفراد وعلى حسب الضيوف إلا كانوا عندكم. نتوما كتمشيو على المقدار ديالكم. هنايا أنا درت اللحم بيفتيك هكا لي طرونش، كندير لهم شويه د القزبر ومعدنوس. حنا غادي نرقدو في هذيك المقيله وغنطيبو في المقيله باش ما نكثرش علينا قوه المعان. هنا نعاود نزيد قزبر ومعدنوس والثومه، واحد جوج ضريسات ديال الثومه مدقوقين انا عندي مع قزبر ومعدنوس. بالنسبه لي انا هنا غادي ندير واحد الضويمه ديال الزعفران شهره، الا كان عندكم متوفر كديروه نيشان بلا ما كديروه الضامه. غتشوفوا ما نديروش التتبيلات بزاف باش يبقى لنا داك اللحم فيه لوغو ديالو، و ميم طون غنديرو غير داكشي اللي خاصنا. انا درت شويه ديال الفلفل الاسود والبزار، غنديرو شويه ديال السكينجبير. الا كنتو كتبغيو الثومه كتبغيو الكمون ديروا واحد شويه، ما كنتوش كتبغيوه ما ديروش. انا هنا درت واحد الرويس المعلقه، ودرنا الملحه حسب الذوق، الملحه البزار السكينجبير وواحد شويه ديال الكمون، ولا الا عندكم قزبوريه بس مطحون كديروا واحد شويه. صافي هنايا غادي نتبلو هاد اللحم، غادي نديروه مزيان نقلبوه في هاد الشرموله وكنخليوه يتشرب لينا، نخليوه يتستراح يتشرب لينا واحد 15 دقيقه 20 دقيقه. الا قدرتو تخليوه حتى اكثر خليوه حتى اكثر. هو الا طايب خليتوه ليله كامله كيجي رائع، كيجي لذيذ، كيجي فتي. ولكن ما كانش الوقت كنديروه هكا وكنرقدوه وكنجيو ليه من واحد 15 دقيقه ولا 20 كنطيبوه. صافي هنا غادي نخليوه ونعاودو نتلاقاو من بعد ما غيطلق لينا اللحم ونشوفوا الطريقه ديال التحضير. صافي من بعد ما دازت المده الكافيه كي قلت لكم على حسب نتوما الوقت ديالكم، كنجيو دابا وكناخدو لي طرونش ديالنا وكنقطعوهم هكا شرائح بالطول. كيطيبوا لينا دغيا ملي كنقطعوهم بهاد الطريقه وكيجيو مدغمرين ولذاذين. صافي نكمل على التقطيع هكا كامل وغنشعلو ليهم البوطه وغادي تشوفوا معايا التتيمه. صافي هنا كنديرو اللحيمات ديالنا كيتشحروا، ما كنزيدو لهم حتى شي حاجه، كنخليوهم يطيبوا في هذاك المرق ديالهم. كيجيو زوينين كي قلت لكم كيجيو لذاذ، كيطيبوا لنا دغيا، ما كنطيبوهم حتى تيقرب الفطور باش كنحطوهم هكا سخونين. شفتوا الماء اللي طلق هو هذا فاش غادي يطيب، وراه دغيا كيطيبوا. فاش داكشي علاش غنقول لكم فاش تقطعوهم قطعوهم رقيقين ما تقطعوهمش غلاظ. صافي أنا نبقى مرة أنا نجي نحركهم ونخليهم يطيبوا حتى كيتشربوا لنا هذاك المرق، وكتبقى واحد البريقة اللي هكا قليلة، وغادي نكمل ليهم التزيين إن شاء الله ديالهم. صافي كتجي مقيلة لذيذة ورائعة، إن شاء الله تجربوها في هذا رمضان.
شكرًا للناس اللي دخلوا معنا جدد للقناة، شكرًا لكم وشكرًا على التفاعل ديالكم وعلى التعليقات ديالكم الجميلة. ما تنساوش قناة مبتدئة بارطاجيوها مع العائلة والأحباب. هنايا غادي نزين بشوية القزبر ومعدنوس، وغندير شوية د اللوز إفيلي محمر، وكاينة فيه المريقة اللي باقا شي حاجة قليلة. إن شاء الله تجربوه وتردوا عليا كيجي غزال. كنقدموه مع شليضات، كنقدموه مع بطاطا في الفران ولا شي شوية ديال الروز. دمتم في رعاية الرحمن. نتلاقاو إن شاء الله في أفكار أخرى وفيديوهات جداد. واللي جرب هاد المقيلة يخلي ليا في تعليق يقول لي كيفاش جاتو. كتقدروا تزيدوا شوية ديال الكمون في الآخر حيت كيجي هكا بحال مشوي.